حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تبقوا تمام وبخير. هنعمل بقى النهارده مع بعض حيلة اول مرة تعرفوها بجد. لو عندك بري اقلام، ده انت كده عندك كنز في البيت. ده لو ما عندكيش انت بري عادي، مفيش مشكلة. بصي، شايفة البري ده بيتشي؟ دلوقتي عندنا القليمة بتاعتنا. طول النهار طبعا ولادنا بيكسروا في القليمة ويبروا في القليمة، واحنا بنرمي نقول لهم حرام عليكم. لا، بعد كده احنا نقول لهم خلي البري ده طلع في الاخر كنز بجد. عندي كده البان بنتك محتاجة تتبري، تعملي حاجة جميلة جدا بالبري اهو. انا اقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. خلص بس البري كده، مش طول عليكم الفيديو بالشكل اللي انت شايفاه ده. تعالي بقى جمعي البري ده كله وهنحطه في العلبة السحرية بتاعتنا دي. بجد حاجة تحفة، هنعمل بيها حاجة رهيبة. اه، بصي بقى، انا مطولتش عليكوا على فكرة، مش محدش يقعد يقولي انت بترغي وتقولي وتخلصي، ما لازم نعمل شوية بري. بصي، نجيب البري ده نحطه هنا كده في اي غطا عندك مركون، اي حاجة مش عايزاها. جيبي بقى البري ده كنز عندك، كنز بجد. كلنا مش عارفين قيمته. انا من النهاردة مش هرمي اي بريق لمع. طيب هنعمل بيها ايه بقى؟ هنمسك كده اي معطر عندنا، ده بيوفر في المعطر، بيدي ريحة مركزة. ليه بقى؟ لان البري ده من الخشب، فالخشب اصلا بيحتفظ بالريحة. نحط كده هنا حبة كده بالشكل ده، هو اصلا كده طلع ريحة تحفة. شيليه بقى كده في ضرفة ولادك، في ضرفة مكتبهم كتبهم، في ضرفة الهدوم، في ضرفة الشرابات الطرح. بجد بصي، احنا حطينا حبة كده بجد عملوا ريحة تحفة. بصوا، هنثبتها كده في الدولاب، هتعمل ريحة معطر حلوة جدا، خاصة لما نقفل الدولاب كمان هيعمل ريحة حلوة قوي. كل ما تفتحي هتشم ريحة جميلة. طب لو احنا بقى ما عندناش اطفال لسه عروسة جديدة، او ما عندناش اطفال تستخدم قليمة وبري، طب نعمل ايه؟ في فكرة تانية، استنى. بصي، هتجيبي مشبك زي كده وتروحي رشة عليه كده بالمعطر بالشكل اللي انت شايفاه ده. ده كده بقى عندك كنز كمان. يعني انت لو ما عندكيش بري او ما عندكيش اطفال لسه، ربنا يكرمك يا رب، كل نفسه في طفل، يا ربنا يكرمه يا رب عشان يجرب اللي احنا فيه يخليهم يا رب. هنشيل كده المشبك فيه برفان، نحطه برضو في الضرفة، نحطه في الهدوم، نحطه في اي مكان عايزين نعطره. بجد حلوة جدا. ودمتم في رعاية الله، ومطولش عليكم الفيديو. واللي أول مرة يشوفني ياريت اشتراك كده ولايك، وأتمنى تكون الفكرة عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.